السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. النهاردة كده هنعمل آيس كريم. هنعمل كده آيس كريم بطريقة حلوة وجميلة وبسيطة جدا، وهنعمله كده بنكهتين بس. كده هنبدأ الأول بالآيس كريم اللي هو الأبيض، وبعد كده هنشكله نكهات. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نص كوباية كريم شانتيه، معانا كده حوالي 4 معالق كبار سكر بودرة أو على حسب الحلو اللي تحبيه. معانا كده كوباية ونص لبن بالكوباية دي. طبعا اللبن كده متلج زي ما انتوا شايفينه، وفيه كده قطع تلج. طبعا دي المكونات الاول. ومعانا كده عسل جلوكوز، هنحتاج منه طبعا كده معلقة عشان كده يدينا النقطة الجميلة. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. الاول ناخد كده معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. طبعا كده نزلنا بمعلقة العسل الجلوكوز، ننزل كده بالسكر البودرة بتاعنا، وقلت على التحلية على حسب اللي تحبيه. ننزل كده بنص كوباية الكريم شانتيه، ونبدأ كده بالمضرب. طبعا لو معكش المضرب بالخلاط عادي جدا، او ممكن مفيش لبن بمية يبقى جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده نضربهم ضربة حلوة لغاية كده لما يعلوا معانا ويدونا كده النتيجة المطلوبة. طبعا كده شايفين بدأ كده يعلى معانا الكريم شانتيه، بسم الله ما شاء الله، عشان اللبن بتاعنا او المية ساقعة مثلجة جدا وفيها قطع تلج. لسه هنضربها كده شوية ونبدأ كده ننكه في الايس كريم بتاعنا. طبعا كده خلاص الايس كريم بتاعي اصل الكريمة جاهزة. نبدأ كده شايفين القوام كده جميل. طبعا كده معانا 3 علب دول اللي هنعمل فيهم النكهات. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده بالايس كريم بتاعنا الجميل. شايفين كده هنعمل 3 نكهات من حاجات بسيطة جدا موجودة عندنا في البيت. 3 نكهات ب3 أطعم مختلفة، ان شاء الله هتعجبكم. ايس كريم يعني كده ايس كريم، جبنا لكم كده محل الايس كريم بنكهاته واطعمه المختلفة في البيت. طبعا كده اول نكهة هتكون كده، نبدأ كده واحدة واحدة. اول نكهة كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده معانا معلقة كبيرة فانيليا. طبعا هتبقى نكهة فانيليا اول واحدة كده معانا، نديها كده ضربة عشان يدوب الفانيليا وتدينا كده طعم الفانيليا. طبعا كده خلاص اول طعم كده معانا جاهز. نجيب كده ثاني واحدة. طبعا الطعم الثاني هيكون كده اللي معانا هيكون كده طبعا طعم جميل وكلنا بنحبه، هيكون كده بالنسكافيه. طبعا كده معانا كيس نسكافيه موكا، نبدأ كده ننزل بيه. طبعا الايس كريم اللي بالنسكافيه ده بيبقى جميل جدا. ومعانا كده ربع المعلقة قهوة سريعة الذوبان. نبدأ برضو كده بسم الله الرحمن الرحيم نضربهم. احلى واجمل طعم هو طعم الايس كريم اللي هو بالنسكافيه ده، بيبقى جميل جدا جدا. طبعا كده تاني طعم كده جاهز معانا. اول طعمين كده معانا جاهزين، نركنهم كده على جنب. طبعا كده الطعم الثالث معانا. الطعم الثالث كده هيكون برتقال. معانا كده معلقة كبيرة من مسحوق اللي هو عصير البرتقال يعني التانج، معلقتين كده او على حسب الطعم واللون اللي تحبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ كده نخلطهم كويس. طبعا ده كده الطعم الثالث بتاعنا اللي هو البرتقال. شايفين كده عملنا 3 نكهات من مفيش حاجة كده بسيطة جدا. طبعا كده هنسيبهم يتجمدوا في التلاجة على حسب ما ياخد
وقت ونشوفهم ان شاء الله بعد ما يتجمدوا. طبعا كده الايس كريم بتاعنا بعد ما تجمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الفانيليا، النسكافيه، والبرتقال. طبعا نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. ايس كريم كده سهل وجميل، شايفين كده بطريقة جميلة ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم، متماسك، خد وقته كده في التجميد. ناخد كده من النسكافيه، طريقة جميلة جدا 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 زي ما شفتوا كده قدامكم. انا كده خد حوالي كده معايا 4 ساعات 5 كده في التجميد. ناخد كده واحدة من البرتقال، شايفين احلى والذ ايس كريم كده وب3 نكهات، حاجة كده جميلة جدا. شايفين احلى والذ ايس كريم وب3 نكهات، شايفين كده الجمال والحلاوة، شايفين كده المطة بتاعت الايس كريم بتاعنا، شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة جدا وجميلة في الصيف. شايفين متماسك كده وجميل، ومطة الايس كريم و3 نكهات، برتقال ونسكافيه وفانيليا، حاجة كده روعة. شايفين كده منظر الكاسة، حاجة كده تفتح النفس على الاكل. الايس كريم احلى من بتاع المحلات ب100 مرة، مش مرة واحدة. شايفين كده عملنا 3 نكهات، جبنا كده محلات الايس كريم في البيت، جربوه بالطريقة دي، سهل كده وجميل وطعم لا يقاوم، المنظر كده بيتكلم عن نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.